ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ايه اخبارك يا صديقي؟ دول برد صح؟ ما انت اكيد علشان ما عملتش الوقاية المناسبة. تعال بقى لما اعرفك يعني ايه مادة وقاية وهتهتم بيه. يهدف مقرر وقاية وأساسيات نبات إلى التعرف على الحشرات والأمراض والمبيدات، وكمان بيدرس أهمية وخطر الآفات والأمراض النباتية في خفض الإنتاج الزراعي وأسس مكافحتها. خدها مني قاعدة يا صديقي عشان ما تحسش إنك تايه. أنت لما بتبدأ في أي علم جديد فأنت لازم تدرس العوامل الجانبية اللي تحيط بيه، لأن ده بيوفر لك قدر من المعلومات المدخرة اللي تقدر فيما بعد في المستقبل تتنبأ بحدوث أشياء معينة. هنبدأ نتكلم الأول عن الحشرات. تتبع الحشرات المملكة الحيوانية وتنقسم لشعبة مفصليات الأرجل، حيث فايلم أرثروبودا وكلاس إنسكتا. خلينا نتفق إن عندنا أكتر من حشرة، وبالتالي هيكون في أكتر من نموذج تقدر تشتغل عليه، فبيبقى في اختلافات ما بينهم، وبرضه بيتفقوا في بعض الصفات زي الصفات المشتركة لمفصليات الأرجل. مفصليات الأرجل عندك مثلا الجسم بيكون مقسم إلى عقل، عندك كمان ان كل عقلة تحمل زوج من الزوائد المفصلية. التماثل في مفصلات الأرجل بيكون تماثل جانبي، وكمان هيكل الجسم الخارجي بيكون صلب. بالرغم من كده بيكون في أجزاء مرنة من عند المفاصل تسمح بحرية حركة الحيوان. معلش يا صديقي لسه مكملين. من الخصائص العامة أيضا لمفصلات الأرجل وجود قلب ظهري وجهاز دوري مفتوح، دي من الخصائص اللي بتبقى مش موجودة في معظم الطوائف. كمان وجود حبل عصبي بطني. كمان مفصلات الأرجل منها الحشرات اللي لهم القدرة على الانسلاخ أثناء النمو والتحول، يعني الحشرة بتخرج من جلدها بتبدأ تتحور إلى شكل جديد وطول يرقي جديد، وده احنا هنعرفه بالتفاصيل. كمان عندك القناة الهضمية بتكون كاملة التكوين سواء في الأجسام الكلوية وأنابيب ملبيجي. كمان تضم شعب من مفصلات الأرجل العديد من الطوائف، واحنا هنختص بدراسة طائفة الحشرات. يا ترى ايه بقى اللي بيميز طائفة الحشرات وخواصها؟ الجسم في الحشرات بيكون متقسم إلى 20 عقرة، وكل عقرة بتحمل زوج من الزوائد المفصلية. كمان الجسم بيبقى متقسم إلى 3 أجزاء منهم الرأس والصدر والبطن. وجود قرن الاستشعار للحشرة ده بيساعدها في تلقي الإشارات والتنبيهات. كمان إن الحشرات بتتقسم عندك لعديمة الأجنحة أو مجنحة. وكمان وجود 3 أزواج من الأرجل للحشرة. التنفس في الحشرات بيكون بالقصبات الهوائية، والإخراج بيكون بأنابيب ملبيكي. تعالى بقى نتكلم عن أضرار الحشرات لكل من الإنسان والحيوان. الحشرات يا جماعة تسبب روائح كريهة ناتجة من إفرازاتها أو تحللها بعد موتها، وطبعا بتنقل أمراض للإنسان والحيوان زي الصراصير بق الفراش والقمل. كمان تتطفل على جسم الحيوان فتسبب نقص إنتاجيته من اللبن أو اللحم، وقد تؤدي إلى موته زي ذباب النخل والدودة الحلزونية. الحشرات عندك منهم اللي بيصيب الحبوب والمواد المخزونة، ولها القدرة على إصابة الحبوب السليمة وتسمى بالآفات الزراعية، زي سوسة الحبوب والأرز وخنفساء الكادر وخنفساء الصعيد. ومنهم حشرات لا تستطيع إصابة الحبوب السليمة وتصيب الدقيق والحبوب المجروشة التي سبق أن إصابتها بالآفات الأولية، وتسمى بالإصابات السنوية زي خنافس الدقيق وخنفساء سورينام. ملحوظة مهمة: تقلد الحشرات الكاملة وحليات النمل الأبيض المواد السيلوزية الحية والميتة. والمقصود هنا بالحشرات الكاملة الحشرات اللي أدت فترة النمو بتاعتها، والمقصود هنا بالمواد السيلوزية الميتة يعني مثلا ممكن يكون زي الأخشاب، مثلا ممكن يكون زي الملابس. مش عايز قلبك يا صديقي يكون قاسي على الحشرة للدرجات دي. كل حاجة في الدنيا لها منافع وأضرار. من فوائد الحشرة التلقيح الخلطي مثلا، كمان إنتاج مواد فيها شفاء للناس زي نحل العسل لما يبدأ يجمع رحيق الأزهار ويحوله إلى عسل. من فوائد الحشرة كمان إن هي بتكون غذاء لكل من الإنسان والحيوان، حيث يتغذى الإنسان والحيوان على جراد ويرقاب بعض الحشرات. وجايب لك يا صديقي معلومة إسرائيلية تقدر تقراها براحتك، وطبعا دي خارج محتوى المنهج. من فوائد الحشرة كمان إن هي مفيدة جدا في التربة الزراعية في حاجتين زي التهوية.
حيث تساعد الحشرة على تكوين مسافات بين جزيئات التربة التي تسمح بدخول الأكسجين والغازات التي تحتاجها التربة. كمان إضافة مادة عضوية لتحسين من خواص التربة طبعا بعد تحلل الحشرة. كمان الحشرات بتكون مهمة جدا في الصناعة، لأن هي بتدخل في عمل الخيوط الحلية وخيوط الجراحة، زي إنتاج الحليب بيكون من دودة القز الخروعية، بالإضافة لاستخدام بعض الحشرات في المكافحة الحيوية. يعني مكافحة حيوية بستخدم حشرات معينة لتسبب ضرر لحشرات مضرة للنبات، زي فرس النبي الكبير وحشرات أبو العيد طفيل التريكوجراما وطفيل الأبانتيرس. كمان من فوائد الحشرات أنها تستخدم في إنتاج المركبات الصناعية زي البوية والورنيش، وخدمات البحث العلمي زي الحج وزبرة الخل الدروسوفيلا، والتجميل والهواية حيث يستخدم الحشرات ذات الألوان الزاهية مثل الفراشات. أتمنى نكون فدناكم يا أصدقاء وشرحنا كل جزء بشكل مبسط وسهل. لا تنسوا حل الامتحان أسفل الرابط، ونلقاكم في مادة علمية جديدة. نستودعكم الله. يلا سلام.